بقينا مستعجلين قوي 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 لدرجة رهيبة في كل حاجة. أنا محمود، ودي الحلقة التانية في محمود بيقول. تعالى نتكلم كده بهدوء وبطلاقة في موضوع مهم أوي. إيه هو الموضوع؟ بتاع إن إحنا بقينا مستعجلين في كل حاجة. عملت قناة على اليوتيوب عايزها تبقى 1,000,000 سبسكرايب في شهر. عملت إن أنا رحت اشتركت في جيم، عايز أبقى فورمة في أقل ما يمكن. عملت دايت أو اشتركت في نظام غذائي، عايز أتحول وأبقى فيزيك في ثانية إلا ثانية. الدنيا مش بتمشي كده، كل حاجة لازم تبقى خطوات واحدة واحدة، وزي ما بيقولوا كده ستيب باي ستيب عشان الحاجة تستوي. يعني بمعنى إيه؟ على سبيل المثال، يعني أنا عملت قناة على اليوتيوب، كل شوية بخش أتابع أشوف أنا بقيت فين، الدنيا عاملة إيه. ده الطبيعي إن الإنسان بيبقى عايز يوصل لأبعد حاجة في أسرع وقت، وده مش منطقي. بس إيه بقى المنطقي؟ إن إحنا مثلا هنبتدي حاجة أيا كانت. مثلا أنا هبتدي إن أنا هروح جيم. حلو، أنا بحب أدي مثال على الجيم دايما. أنا هبتدي إن أنا أروح جيم. حلو، فأنا لسه أول يوم ليا، عايز في ثانية إلا ثانية أبقى جسم، مش هقول لك بيج رامي بقى عشان ده مستحيل. انا عايز ابقى مثلا زي كريستيانو رونالدو، عايز ابقى زيرو فات، وعايز ابقى مش عارفه ايه والكلام ده كله. طبعا الكلام ده مش لوجيك ومش منطقي، والعقل ما بيستوعبوش. بس ايه اللي ممكن بقى احنا نقدر نعمله؟ اقول لك يا باشا، انا دلوقتي في نقطه ايه اقرب طريق لنقطه بي؟ ان انا اروح بكره، اروح بعده، اروح بعده، اروح بعده. اجي مثلا اخر الشهر اروح اعمل انبادي، اشوف انا كنت فين وبقيت فين. الحاجات بقى، النتائج اللي هتيجي ديت، او الارقام اللي هتظهر معايا، اللي هو انت مثلا كنت وبقيت في كام حاجه. ده بقى اللي هيديك الحافز ان انت بقيت في نقطه بي. طب تمام، انا عايز اروح للنقطه سي. اروح للنقطه سي ازاي؟ واحد اتنين تلاته اربعه، برضو التزام. اروح الجيم، ده مثلا بناء على موضوع الجيم. طب تعالى يا عم نضربه على موضوع اليوتيوب. عملت فيديو في يوم معين، طب انا عايز اعمله اكمل والدنيا تكبر معايا. طب خلاص، يبقى انت يوم تاني تعمل فيديو تاني، وهكذا. ايا كان بقى. ان احنا الفكره ان احنا لما بنبقى في نقطه ايه، اقرب طريق لنقطه بي. ما فكرش ازاي هوصل لزد وانا اصلا لسه في ايه. يعني مش منطقي ان انا افكر ازاي هوصل لزد وانا لسه في ايه. ليه؟ لان دوت بيحبطني اصلا، بيخليني انا ايه ده يا عم؟ ده الناس بص بقت فين، ده مش عارف مين عامل كام ايه، ده الدنيا مش عارف ايه. وفي حاجة بقى تانية ابشع، ايه هي؟ ان انا بقارن بدايتي بنهاية واحد تاني، او بمنتصف طريق واحد تاني. لما اقارن بدايتي انا ببدايته هو، اشوف هو ابتدى ازاي، عمل ايه في بداية حياته، او في بداية تجربته في السيناريو بتاع مثلا جيم او كورة او يوتيوب او ايا يكن، كتابة، قراية، اي حاجة. ابتدى اكيد باول خطوة، بعد كده الدنيا كبرت معاه، بعد كده ابتدى يذاكر، بعد كده شاف حاجة، بعد كده ربنا نور بصيرته فشاف حاجة تانية، فشاف حاجة تالتة، وهكذا. دي حاجة. في حاجة بقى أنا لسه كنت بفكر فيها، إيه هي؟ إن ربنا خلق الدنيا، أو خلق برضو، يعني حد ممكن يصحح لي، بس فيما معناه يعني إن خلق السماء والأرض في 7 أيام أو 6 أيام. يعني الغرض من الفكرة إن هو كان قادر كون فيكون. بس احنا اتخلقنا في الدنيا عامة عشان نتدبر اي حاجة بتحصل. طب هو ليه ربنا خلقها في 6 ايام؟ ليه اول يوم عمل السماء الاولى، بعد كده التاني يوم لحد 7 ايام؟ اكيد في فكرة ان هو عايز يوصل لنا عز وجل ان مش كل حاجة يلا، مش كل حاجة هوبا. لا، لازم يبقى في خطوات ومذاكرة، وازاي اعمل ده، واقع واغلط. يعني انا دلوقتي بغلط في حاجات ما، يعني مثلا هاجي بعد كده لما اشوفها اقول
ده انا غلطت في دي، طب انا هصححها في المره الجايه. طب انا غلطت مش عارف في ايه، طب انا هصححها المره الجايه. ده الاضاءه، ده الكاميرا، ده وفي قدر المستطاع انا قدرت احل في اللي انا في البيئه اللي انا فيها، او في التولز اللي معايا، او في الحبه اللي انا فيهم. اوكي. حاجه بقى اوفر، هفضل مكمل في اللي انا فيه لحد ما ربنا يكرمني واقدر ان انا اعمل الابجريد بقى، اللي هو مثلا اجيب كاميرا مش عارفه ايه، يا عم ابقى في استوديو رايق، ابقى مش، وهكذا. يعني الخلاصه ان انت ولا تبص لنهايه واحد في بدايتك، ولا تشوف النقطة سي وانت في النقطة ايه. مش هقول لك النقطة زد، النقطة سي وانت في النقطة ايه. لا يا عم، شوف النقطة بي، وهكذا. شوف النقطة سي، بعد السي دي، وهكذا. وافضل كمل كمل كمل. ابتديت كورس جديد، التزم، ذاكر الحبة اللي معاك، خد الكام جملة وحط عليه، خد الكام كلمة ولا ايه وحط عليهم كام جملة. مشي الدنيا، مشي الدنيا او كمل. وان ليس الانسان الا ما سعى. انت اسعى. عارف طول ما انت بتسعى هتلاقي بقى ايه، حاجات بتتفتح لك من حيث لا تحتسب، انت اصلا ما كنتش حاططها في البلان بتاعتك. انت اصلا ما كنتش حاططها في الورقه وقلم لو انت بتكتب، او حاططها في دماغك لو انت بتتخيل، او الكلام ده كله. في حاجه بقى اخيره كنت بتكلم مع حد اعرفه فيها، وايه هي، احنا الحمد لله كمسلمين يعني عندنا هكات. يعني ايه هكات؟ يعني مثلا احنا عندنا الاستغفار، الصلاة على النبي، الصدقة. التلاتة دول هكات لأي مسلم مؤمن وهو داخل أي لعبة. مش هقول لك بقى داخل، بدي أمثلة يعني كده على قدي. بس مثلا أنت داخل مشروع فبتستغفر كتير، فربنا بيمدك بمال عشان تقدر تنفذه. مثلا داخل امتحان فبتصلي على النبي كتير، واللي انا بقوله ده يمشي على ده وده. بتصلي على النبي كتير فربنا بيسر لك امورك وبيسخر لك، بيسخر لك اللي اقوى منك. مثلا الصدقه دي بتيسر لليسرى، غير انها اشفي مرضاكم بالصدقه، غير انها بتعمل ايه تاني يا ربي، مثلا بتضاعف. يعني انت مثلا هتدي 100 هتجيلك. واقول لك على حاجه، هي مش شرط تجيلك فلوس. انت مثلا ممكن تبقى فاتح بيت او عندك ولد وبيتك وبتاع، فربنا مثلا كان الولد ده هيعيا، فانت بالصدقه دي ربنا شال عنك اذى. انت كنت ممكن في الكشف والعلاج والروشته اللي هتجيبهم تدفع مثلا 2000 جنيه، 1000 ونص، ايا كان، وانت طلعت ايه، 10 جنيه. فالمختصر المفيد يا جماعه ان احنا نهدى، ما نستعجلش، ما نركزش مع السوشيال ميديا ونشوف نهايات الناس واحنا لسه في البداية. لا، شوف بدايته هو كانت عاملة ازاي، وممكن على فكرة بدايته تبقى اقوى من بدايتك. بس بالراحة على نفسك، ما تحرقش نفسك، ما تخنقش نفسك. امشي واحدة واحدة، كمل 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 وهتوصل. يعني مفيش حد بيفضل رخم كده في اللي هو عايزه غير لما بيوصل. دي كله اجمع عليها. سواء بقى قعدت سنة 2 3 هتوصل. تعالى كده اديك مثال على اي حاجة كنت فيها ابتديت من 3 سنين، وفجأة لقيت ميموريز مثلا على فيسبوك، ده انت كنت جيم في 3 سنين، صورة ليك مثلا، يا لو انا كنت من 3 سنين لسه مكمل لحد دلوقتي. فاهمني؟ بس مش هحاول اطول عليك اكتر من كده، وربنا يصلح حالنا جميعا. والختمة الجميلة بتاعتنا ان يا رب كلنا نخش الجنة.